في سؤال انت المفروض تعرفه والمفروض تكون جاوبته على نفسك. لو ما جاوبتوش فانت خسران كتير. انت بتشوف الدنيا ازاي؟ يعني بجد كده اقعد كده واسال نفسك انا بشوف الدنيا ازاي. هو في ناس بتشوف الدنيا بحر كبير وغطسانين فيه، اي حاجه تجيله من الدنيا اللي هي الحاجات العاديه اللي في الدنيا بيبقى مخنوق ومهموم. بس عارف الدنيا الحقيقيه نقطه جوه البحر. المشكله ان احنا خدنا نقطه من البحر وعملنا على النقطه دي عدسه مكبره كده وعملنا عليها ميكروسكوب، فبقينا نشوف جوه النقطه. لو دخلت جوه النقطه دي هتلاقي حياه وهتلاقي جراثيم وهتلاقي حاجات كتير وعالم جوه النقطه دي. فكره ان انت مركز على النقطه وسايب البحر الواسع، سايب بحر الناس ان فيه اخره وناس ان فيه، فلو تعاملاتك كلها مبنيه على الدنيا هتخسر كتير. لو خايف تبقى كريم على الناس عشان الدنيا وعشان فلوسك هتخسر في الدنيا، معاملاتك هتتغير عن لو انت شايف ان الفلوس دي استثمار في اخرتك، عن لو انت شايف انك تبقى متواضع مع الناس وان انت واحد زيهم واخركم التراب، عن لو انت شايف ان انت تبقى رحيم مع الناس وعشان ربنا يرحمك. احساسك ونظرتك لنفسك ونضجك هيتغير. هيفضل في الدنيا ناس بتكرهك، هيفضل في ناس بتغير من غير سبب، تفضل متشتت وواقع ومكتئب وقلقان وبتقارن. بس اتعلم عشان تفهم، وافهم عشان تختار، واختار عشان تتحرك، وتحرك عشان توصل، واقع عشان تعرف الغلط، واعرف الغلط عشان ما تعملوش تاني. هي دي الحياة. المهم ان في كل ده تبقى ثابت.